الناس دي. بس في المشهد اللي بعده بيشوفه بيتعرف على نور وبيعجب بيها جدا، وبيشوف فيها الامل والنور اللي ممكن تخليه يخرج من ضلمته، لدرجه انه لما بيشوفها بيتخلص تماما من اللجلجه اللي كان بيبقى فيها دايما، وكانه لقى نفسه. وده بيوضح اكتر لما بتساله اسمك ايه، وبيتوه شويه وما بيعرفش يقول لها ايه، بس في الاخر بيقول لها ان هو طاهر. بتكون هي اول حد يعرف اسمه الحقيقي. وتاني يوم فارس بياخد طاهر عشان يوريه المكان اللي هيفتح فيه المطعم واللي هو حلم حياته، وتيتو بيفتحه ان هو يشاركه بس بيرفض بشكل مبدئي. بس الاهم في المشهد ده ان طاهر بيساله على نور لو حد متكلم عليها، وفارس بيظبطه معاها وبيخرجهم سوا وبيخلع هو وبيسيبهم لوحدهم. ونور بتبقى قاطعه على الحوار بس ما بيكونش عندها مشكله لان في اعجاب متبادل بينهم. وتيتو بيسالها عن شغلها وانها اخصائيه تخاطب وليه اختارته، فبتجاوبه علشان الاطفال دي ما اختارتش اللي هم فيه وعشان كده هي بتحاول تساعدهم. فبتساله انت مين، وساعتها تيتو بيكذب عليها عشان بيخاف ان هي تضيع منه. ومن الاحساس بالراحه اللي كان فيه تيتو مع نور لقبضه القلب لما بيقابل رمزي عشان يكلموا على عمليه جديده، ورمزي بيقول له ان دي هتكون اخر عمليه بينهم، تبقى ضربه كبيره ليهم هما الاثنين، وده لان في رائد زميله بينخرب وراه. فبيوافق تيتو وبعدها بيروح لفارس عشان يديله فلوس يشاركوا بيها. وفارس لاول مره بيقولها له صريحه انه متخيل وعارف ان هو عايش في جو زباله، بس هو بيحترمه عشان اختار ان هو ينضف، وبيتفق معاه ان لو في اي حاجه ممكن تاذي المشروع ده يقول له دلوقتي، والا ساعتها مش هيسامحه. فبيرد تيتو بالجمله الايقونيه اسمع يا ابن الناس، انا عملت كل حاجه غلط ممكن تتخيلها الا حاجه واحده، عمري ما كنت واحد صاحبي. وبعدها بنشوفه مع نور وبيحكي لها على رضا، وهي بتتبسط جدا بده، تقرر ان هي تروح معاه علشان تشوفه. وبتبتدي نور تحب تيتو اكتر لما بتشوفه بيتعامل معاه ازاي، بس بتجيله على الوجع وبتقول له ان هو اكيد لو فضل في الشارع كان هيبقى مجرم. والمشهد اللي بعده بيروح تيتو عشان يخلص العمليه اللي اتفق عليها مع